النهارده هنعمل مع بعض كيك الشاي، كيكة حلوة جدًا، هشة جدًا وجميلة وقطنية، ومقاديرها موجودة في كل بيت، مش هنشتري أي حاجة من برّه، وبطريقة سهلة جدًا ومش هتاخد منِّك وقت، وهتطلّعي أحلى كيك شاي زي اللي بتشوفيه كده في الopen buffet وأحلى كمان بكتير جدًا، بجد عجبني أوي وطعمه بجد تحفة ورهيب. شايفين القطع زي ما بنشتريها عارفين الكيك اللي إحنا كنا بنشتريه من اللي في الأكياس كده جاهز كان شكله بنفس التقطيعة كده، بجد عايزة أقول لكم طعمه وهمي جدًا، والله لمّا تجربوه هتعرفوا بجد أنا مش هاحلف ولا حاجة، لغاية ما تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم. يالّا بينا نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونشوف مقاديرنا هنعمل الكيك ده إزاي. أنا معايا هنا 3 بيضات ومعايا كمان كوباية ونُص سكر، لو عايزة السكر يبقى أقل من كده أنا يعني مش حاطة كوباية ونُص بالضبط، حاطة كوباية ونُص إلا شوية كده يعني إلا 4 معالق، وممكن كمان نقللها شوية، أنا لمّا عملتها حسيت إن كمان كنت المفروض إن أنا أقلل السكر، لإني مش بنحب الحاجة تكون مسكرة شوية يعني. هاضرب كل البيض مع الفانيليا والسكر لغاية ما أوصل للقوام ده، والنتيجة اللي أنتم شايفينها ديّة. عندي هنا كوباية إلا ربع زيت، هابتدي أنزل شوية بشوية لغاية ما أخلط كل المكونات مع بعض، الزيت مع السكر والبيض آآ لغاية ما أخلّصهم، وبعد كده معايا كوباية لبن أو حليب زي ما بنسميه. هاضيف كوباية الحليب لغاية ما الزيت بتاعي يختفي ويتضرب كويس جدًا، هانزل بكوباية اللبن برضه شوية بشوية لغاية ما أخلط كل المكونات مع بعض. لغاية دلوقتي تمام، تمام، ما فيش أي حاجة صعبة خالص. كل مقاديرنا سهلة وبسيطة، لو ما عندكيش المضرب بالكهربا ممكن تعمليها في الخلاط، بس لازم توصلي لنتيجة إن أنتِ ضربتِ السكر مع البيض واداكِ النتيجة اللي هو الvolume ده، آآ النتيجة تكون السكر مع البيض اداكِ اللون الفاتح ده خالص. نزلت باللبن أضربه كويس جدًا برضه، ومعايا دقيق، معايا كوبايتين ونُص دقيق. ومعاهم رشة ملح، وكمان هنحط معلقة baking powder، وكمان معانا معلقة خل. طبعًا الدقيق منخول كويس جدًا، ممكن مرة أو 2، كل ما تنخليه بيديكِ نتيجة أفضل، وبيدّي هشاشة للكيك اللي أنتِ بتعمليه. أدي معلقة الخل هانزل بيها على المكونات السايلة، وهنا الكوبايتين ونُص دقيق معاهم معلقة الbaking powder وذرة الملح، هاقلّب كل دول كويس جدًا. لو عايزة بقى تعملي الكيك ده شوكليت هتشيلي نُص كوباية دقيق وتحطّي نُص كوباية كاكاو خام، أو لو عايزاه تكون لونها فاتح شوية مش شوكولاتة دارك تحطّي 3 معالق من المكونات ال2 ونُص دقيق، نحط 3 معالق كاكاو ونقلّب كل دول كويس جدًا ونخلطهم، هيدّينا الكيك الشوكولاتة، أو كمان ممكن ما يبقاش كيك كُلّه شوكولاتة، هنحط في النُص الشوكولاتة، نشيل شوية من السائل بتاع الكيك، ونضيف عليهم معلقتين لبن والكاكاو الخام، وننزل بيهم على الكيك بتاعنا، مكونات الكيك في القالب أو الصينية اللي إحنا. طبعًا أنا عملت هنا في القالب علشان أنا عايزة النتيجة يدّيني القطع اللي أنتم شفتوها معايا زي ما إحنا بنشوفها في الopen buffet أو بنشتريها في الكيك الجاهز، بتبقى بنفس الشكل ده. هاضرب كويس جدًا وهاجيب بقى، طبعًا أنا مسخّنة الفرن، لازم نكون مسخّنينه من ربع ساعة قبل ما نحط الكيك بتاعنا. شايفين أنا باقلّب لكم كده الخليط بتاعي، لمّا تلاقوه بيدّي خطوط كده، يبقى كده القوام بتاعي مضبوط جدًا وكل مقاديرنا مضبوطة. طبعًا دهنة القالب بتاعي بالزبدة، وهانزل بقى بالخليط كلّه، هاسيب شوية مش هاحط كل ده. عندي كده قالب من الفويل هاحط فيه شوية، إني طبعًا مش عايزة أملى القالب، لإن عشان أدّي له مساحة إن هو يرتفع معايا ويدّيني النتيجة اللي أنتم شفتوها في أول الفيديو. هادّي له خبطتين 3 كده علشان أطلّع منه أي فراغات هوا، وأدخّله على الفرن على طول، على الشبكة في الوسط، طبعًا مشغّلين الفرن من تحت على حسب درجة حرارة الفرن بتاعِك.
زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الباقي في القالب اللي هو الفويل. آه، طبعا كانت كمية حلوة جدا، وطبعا شايفين القالب عامل كذا قطعة معايا. بجد تحفة وجميل، وقعد معايا كذا يوم، والقطعة فضلت زي ما هي بالظبط بطراوتها وهشاشتها، ما نشفتش ولا اي حاجة. ادي خرج من الفرن، وزي ما انتم شايفين القالب شكله تحفة بجد وجميل جدا. مش عايزة اقول لكم طعمه تحفة. نبتدي بقى نقطعه مع بعض قطع زي ما انتم شفتوه كده. لازم يكون معايا طرنش كده مشنشر او سكينة حامية، وابتدي اقطع القطع زي ما انتم شفتوها كده بالسمك اللي انتوا شفتوه دوت، زي ما بنجيبها من بره بالظبط. آه، السكينة او الطرنش بينزل معايا بسرعة جدا. الكيك بتاعي هش وطري، حلو قوي. اتمنى يا رب تجربوه، ولو جربتوه بقى عايزة اعرف رأيكم في التعليقات. وامشوا على نفس المقادير بالظبط، اعتمدوا الوصفة دي، بجد هيطلع معاكم انجليش كيك او كيك الشاي تحفة بجد. شايفين عامل ازاي معايا طري وهش جدا، قطني بجد حلوة قوي قوي، غير طعمه بجد تحفة. مع كوباية شاي بقى كده ودايلي. هقطع معاكم واحدة عشان تشوفوا الكيك عامل ازاي. آه، بصوا الشوكة بتنزل كده بتاخد الكيك، حاجة كده بجد وهم تحفة وطعمه جميل جدا. آه، اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، مكنش ضيفة تقيلة عليكم. ولو عجبكم بقى متنسونيش في دعوة حلوة وكومنت جميل ولايك للفيديو، علشان الفيديو يكبر لأكبر عدد من الناس يشوفوه، لأن اللايك هو اللي بيوصل الفيديو لأكبر عدد من الناس يشاهدوه. أتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم. بصوا الكيكة تحفة جدا وجميلة وهشة. آه، أشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد، وأتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم. ومتنسونيش بقى بدعوة حلوة منكم ولايك حلو منكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع الف سلامة.